بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا عبد الله إيهاب، ودي جرعة إنجليزي النهاردة فونكس. دي دورة المبتدئين للي مش عارف، وللي عارف أهلا بكم. نبدأ مباشرة. ويندي اللي هي زي ما قلنا عاصف، فيه كثير من الهواء، ولكن ننطق ازاي؟ احنا بنتعلم النطق دلوقتي فونكس. عندنا حرف الدبليو دايما بيبقى اكنك هتقول و، حرف الواو كده، و تمام. فمعاه الاي اكنها الكسرة، فنقول وي، ويندي تمام. ويندي حلو كده. اقولها كمان مرة، ويندي. نفس الفكرة window يبقى عندنا د معاه الاو والدبليو دو، يبقى window بمعنى نافذة او شباك. تمام. عاوز استظهر القلم بتاعي الماركر كده عشان تقدروا تمشوا معايا. ننتقل على الصورة اللي عليها الدور، والكلمة اللي عليها الدور هي watch. تمام. انا بقول watch. حلو كده. ممكن يختلف النطق على حسب انهي دولة انت رايحها، ولكن في الاول وفي الاخر watch تمام، اللي هي ساعة اليد. watch. طيب ركزوا معايا يا حبايبي. برضو معانا قمر اللي هو moon. تمام. يبقى الام او اكني حطيت على الام ضمة، بدل ما بقول هقول م. حلو كده. وكمان او فانا مديت، فبقى معايا مو. على فكرة او من غير الان، ده الكلمة اللي بيستخدموها علشان يوصفوا صوت البقرة. حلو كده. بالنسبة لهم بتعمل صوت مو. تمام. طيب يبقى مون، نحط صوت النون او الان في الاخر. مون. حلو كده. طيب خريطة اللي هي ماب. يبقى الام فتحة، ماب. البي هو اخو البي، ولكن الفرق ايه؟ الفرق في البي بحرك احبالي الصوتية، انما في البي هو انفجار هواء من الشفة بدون ما احرك احبالي الصوتية. ب تمام. فهو عندنا ماب مش ماب، غلط. تمام. انما هي ماب. طيب معانا ايه تاني؟ اخر كلمة معانا اللي هي تمام. مش دايما الحروف المتحركة بتدي نفس الصوت، دي قاعدة اعرفها عن الانجليزي ليست لغة ثوابت، وانما لغة مفاجآت. تمام. يعني ايه؟ يعني ده كان معانا اكنه ضمة بمعنى مو، زي كلمة مون، ولكن دلوقتي هو اكنه فتحة، مام. تمام. ففي الكلمة دي هو جاي فتحة، مام. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ايه؟ تمام. يبقى لما نيجي نتعلم اي كلمة جديدة لازم ندور على نطقها، لان اكيد بنسبة 99% في مفاجأة في حرف من الحروف بتوعها، صوته ممكن ما يكونش زي ما احنا متوقعينه. دي طبيعة اللغة الانجليزية، وللأسف محدش يقدر يعمل معاها حاجة. وبس كده. دي كانت جرعة انجليزي بتاعت النهاردة. كنت مع عبد الله إيهاب بدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.